فريق نادي القادسيه، شو يقول عن فراس؟ ما منتحك وايد، يقول ما تجي مبكر حق التمارين. نروح نشوف الحقان بعدين نروح حق نشوف. بالنسبه حق المحترف السوري فراس الخطيب، يعني ولله الحمد نادي القادسيه توفق في الصفقه، كون ان اللاعب يعني يمتلك مهارات فرديه عاليه واخلاق عاليه، والحمد لله يعني نادي القادسيه توفق في المحترف السوري، والحمد لله يعني فراس الخطيب مو انا اللي اغيمه، اقواله واهدافه مع يعني نادي النصر، مع نادي العربي، مع نادي القادسيه، هي اللي تحكم اقواله مع المنتخب السوري. اللاعب يعني صراحه ذو اخلاق عاليه، الحمد لله انا تعاملت معاه يعني موسمين وما شفت منه الا يعني الجهد والمثابره في التمرين، في التعامل، والحمد لله يعني فراس الخطيب انا اتمنى انه يكون موجود مع الفريق لين موسمين او ثلاثه لقدام، يعني لانه صراحه مكسب كبير حق فريق القادسيه، وباللعبات الاخيره يعني بين معدنه يعني. بعض الكرات المقطوعه، محاوله، يا سلام يا الله، يا الهي يا الهي يا الهي يا الله. وفي استاد صباح السلام بالنادي العربي، يا الله على فراس. طبعا مشاهدينا الكرام، انتقلنا معاكم الى منزل النجم فراس الخطيب. اليوم داشين البيت، نشكرك على الاستضافه الجميله، ان شاء الله بيت عامر يا رب. الله يبارك فيك. نتكلم عن الاجواء المنزليه، نقول الاجواء العائليه. يعني اول ما جيت الكويت ما كنت متزوج، كنت عزابي. اول شيء اهلا وسهلا فيكم، والبيت بيتكم مطرحكم، يعني 100 اهلا وسهلا فيكم. بالنسبه للاجواء، طبعا اول ما اجيت عزوبي، لكن كنت دائما الوالد والوالده كانوا يجوا معي. بعدين طبعا انا مباشره حاولت اني اتزوج، من اول ما اجيت مباشره حاولت اتزوج، لكن سبحان الله النصيب تاخر شوي حتى حصلت ام حمزه، والحمد لله تم. هذا كلام عشان والدها موجود ولا كلام؟ لا، هي اول زياره لهم بالكويت، يعني صار لهم 7 سنين. حبينا مثل ما قلت لك انه راح نختم، فلا ما حلوه نختم بدون ما يجوا لعنا يشرفونا بزيارتهم يعني. والعدوى ولا حمد يلعبها، حمد العنزي تضرب خطيره بيحطها، جول للقادسيه، جول لفراس الخطيب، جول وقف عليه دفاع النادي العربي على انه هناك تسلل، لكن العب على صفاره الحكم. نقول طبعا ضموا لنا الحين الشباب، نتعرف على الاستاذ منو، حمزه صح؟ استاذ حمزه، وهني راما الله يخليها ان شاء الله. هناك منو هذا اخر العنقود الصغير؟ هذا محمد. شوف هذا محمد حلو، اشباهه قد ساويه. هذا لانه زين. هني حمزه، شنو تشجع انت، القادسيه ولا العربي؟ قول لي. قادسيه. حلو، يعني ما تشجع العربي؟ قبل ممكن تشجع العربي، يقول ابوك. غير. حلو زين. وين غير النادي وغير البيت؟ والله انا غالبا يعني النادي البيت النادي عندي اخي ابو بلال نروح عليه، اختي ايضا هون. حلو. هني بالكويت يعني متزوجه ابن خالتي يعني. ما شاء الله. كمان يعني اجواء عائليه ما تغير عليك الوضع. دائما مع العائله. حلو. فيعني غالبا نحن مع بعض يعني. نقول ما تغيرت الاجواء عندك يعني من سوريا للكويت، ما دام الاهل هني الاخ والاخ؟ انا حتى في سوريا يعني اجوائي ايضا عائليه، يعني انا عندي في منزلي ومزرعتي هناك بسوريا، يعني دائما العائله مع بعض، فنحن كثار ما شاء الله، نحن 9 شباب ما شاء الله، و3 بنات، فدائما واولادهم طبعا اولادهم كبار من جيلي، يعني انا اصغر واحد، فحتى الاولاد يعني مو عم وعمي وهذا، لا كلهم اصحاب اصدقاء يعني. في احد فيهم لعب رياضه؟ عندي اخوان لعبوا طبعا. اخي ابو بلال الموجود حاليا في الكويت كان لاعب جودو وصار مدرب جودو يعني، لكن حاليا انتقل للعمل في المصارعه هذه
هاي نحن عندنا مصارعه كلها في البيت. يعني حمزه بكره بس ينزل على سوريا لازم يتصارع هو واولاد عمه. ما شاء الله. ما شنو لازم مصارعه بدون ضرب يعني. مصارعه جودو، لعبه الجودو يعني. فدائما عندنا هذه يعني نقول من تاريخ الاسره. من تاريخ الاسره. انا كنت صغير لازم يوم كنت صغير دائما كل ما نروح على ما لقوا شيء اهدى من هاللعبه هذا. لا بالعكس، هاي عنيفه. حتى هي يعني هاي اللعبه يعني من زمان حتى العرب يعني القدماء كانوا يستخدموا هالشيء. ناحيه عامر المعتوق، عامر يرفع له كره حلوه، الله يا سلام عليك يا عامر، يا سلام على الكرات اللي خلف الدفاع. طبعا هذه الرفعات يا سلام عليك يا فراس بالراس. طبعا فراس نكمل معك حديثنا، نقول نشكركم، نشكر اختنا ابو حمزه مزهبت لنا خوش حلو يعني. هذا شو تسمونه عندكم؟ كنافه بالمكسرات. كنافه بالمكسرات. طبعا هني موجوده يعني الاكلات ما تغير عليك نقول في الأكل. لا انا عندي بعض الاكلات بنجيبها من سوريا. يعني ما في يعني هون بالكويت، خصوصا مثل السمن العربي، مثل الشغلات يعني تموينيه دائما بنحب نجيبها من سوريا. محمد ابراهيم يدري عن الامور هذه ولا لا؟ ولا ما عنده مشكله؟ لا بس يعني احيانا كل ما بنجي من سوريا احيانا يعني مو كل الاحيان، احيانا بنجيب حلو للشباب اذا حدا وصانا حدا شيء بوصونا الشباب على عسل على طول من سوريا بنجيب لهم. حلو يستاهلون طبعا. انزين نتكلم انت الان يعني ستغادر الكويت وراح تعز علينا يعني صراحه. انا اليوم انا في اول ما بديت الحلقه قلت عميد المحترفين يعني من اقدم المحترفين. يمكن انا لي موقف شخصي معك، انت اول لاعب انا اسوي معاه لقاء في حياتي يعني كلاعب في برنامج هذا اذكرها يعني ما نبي نكبرك احنا. فانت شنو لقيت بالكويت صراحه قبل لا تغادرها وتروح حق شقيقه ثانيه دوله قطر؟ شنو لقيت في اهل الكويت؟ شنو ذكرياتك في الكويت بصراحه؟ والله الذكريات تختصرها بوقت قليل انت شو تقول عنها؟ ذكريات طويله يعني الي بالكويت. طبعا لو الشعور بالراحه اللي عشته بالكويت، شعور كاني انا والله بسوريا يعني صدقا. وانت حكيت من شوي على الجو الاسروي والعائلي يعني حتى مع اخواني الكويتيين، مع الشباب اصدقاء كثير يعني. هذا الشيء اللي كسبته من الكويت اصلا، الاصدقاء والاحبه. عشت شبابك في الكويت اكثر من سوريا؟ اي والله انا عشت يعني احلى سنين عمر الواحد بين 20 سنه و30 سنه كلهم في الكويت. صح. يعني معظمها في الكويت يعني. عشت 8 شهور 9 شهور بالكويت وشهرين او 3 شهور في سوريا. فهذا الشيء اللي بيخليك يعني دائما راح نشتاق للكويت، ودائما ان شاء الله راح يكون في زيارات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. جهاد الحسين الى رجا رافع، فراس الخطيب، لا تعادل من نفس اللعبه 2-2. فراس كلمه اخيره. طبعا نشكرك اول شيء على هاللقاء الممتع والحلو. يمكن اليوم شويه عطلناك ووديناك واخذناك، نتمنى هاللقاء هذا يعني يطلع في صوره تكون غير شويه عن لقاءات فراس الخطيب. كلمه اخيره تقولها حق برنامجنا ستار تايم. والله اول شيء انتم شرفتونا، ونتمنى ان شاء الله نكون ضيوف خفيفين نظل عليكم، ونشكركم دائما. انتم يعني اصحاب يعني عندنا مثل بيقول راعي الاول ما يلتحق. فيعني انتم من انت طبعا منا وفينا احنا خذينا عليك. الله يبارك فيك. فيعني انا فعلا اشعر اني انا لاعب بالكويت يعني. حتى المحللين حتى دائما المذيعين تكلموا عني، تكلموا كاني انا ابن البلد. فهاي اشكر لهم الاهتمام هاي. والله انا المحبه والمعزه ترى متبادله ان شاء الله. وان شاء الله بتستمر دائما ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا نتبعك حتى هناك في مصلان. نشكر طبعا العام ونتمنى لك طيب الاقامه ان شاء الله في الكويت. حياك الله. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا اليوم، كانت مع النجم السوري لاعب نادي القادسيه الكويتي المنتقل الى نادي ام صلال، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في الدوري القطري. نجم مبدع التقينا اليوم معاه وسالناه بعض الاسئله، نتمنى تكون هذه الاسئله وهذه الحلقه حازت على اعجابكم ورضاكم. بالنهايه نشكركم ونشكر اخونا محمد العنجيري دير للملابس المميزه، ونقول لكم